عبادة بن الصامت هو صحابي من الخزرج، شهد كل الغزوات مع سيدنا محمد، وارتبط بالرسول ارتباط شديد، وشهد بيعتي العقبة الأولى والثانية. وسوف نتحدث عن تفاصيل حياته في الحركة. ولد عبادة في المدينة قبل هجرة الرسول ب38 سنة، فهو أصغر من الرسول ب15 سنة. وكان أبوه الصامت قد توفى على دين قومه ولم يعرف الإسلام. أما أم عبادة فقد أسلمت وبايعت رسول الله، وأصبح عبادة من أوائل الذين أسلموا من الأنصار، وكان ده في السنة العاشرة من بعثة الرسول، يعني قبل الهجرة ب3 سنين. ولما أسلم عبادة ارتبط ارتباط شديد جدا بالنبي وتعلق بيه تعلق شديد، فكل حاجة كان بيعملها النبي شهدها معه عبادة. وقد روي عبادة عن رسول الله 181 حديث، وسيدنا محمد استعمله على الصدقات. وعبادة بايع النبي على ألا يخاف في الله لومة لائم، فكان خزرجي أنصاري، وكان بيقول الحق دائما في كل شيء. وشهد مع النبي بيعة العقبة الأولى والثانية، وكمان كان من ضمن النقباء ال12 اللي كانوا في البيعة، فكان نقيب على قوافل بني عوف ابن الخزرج، وكان من ضمن الذين جمعوا القرآن في عهد الرسول. وكمان كان بيعلم أهل الصفة القرآن. وأهل الصفة دول يا جماعة هم طائفة من فقراء المهاجرين كانوا بيسكنوا مسجد النبي، فكان عبادة بيعلمهم القرآن. أما عن بطولات العسكرية فتظهر لما طلب منه عمرو بن العاص إن هو يمده من الخليفة عمر بن الخطاب بجيش لإتمام فتح مصر، فراح بعت له 4000 رجل على رأسهم قائد حكيم. وصفهم خليفة عمر بن الخطاب بأن على كل 1000 رجل منهم رجل ب1000 رجل، وكان عبادة بن الصامت من ضمن ال4000 رجل دول. ولما المسلمين فتحوا الشام أرسله عمر بن الخطاب وكان معاه معاذ بن جبل، فأقام عبادة بحمص. ويقال إن عبادة كان هو أول من تولى القضاء في فلسطين. وقد خالف عبادة معاوية في عهد الخليفة عثمان بن عفان عندما رحل للشام، والعلاقة ما كانتش كويسة جدا بين معاوية وعبادة لما تولى معاوية بن أبي سفيان الشام، بسبب إن معاوية قال لعبادة لا أساكنك أرض، يعني مش هتبقى معايا في الأرض اللي أنا فيها، البادي كده يعني بيقول له امشي يعني. فعبادة راح على المدينة المنورة، ولما رأى سيدنا عمر بن الخطاب قال له ما أقدمك، إيه اللي جابك؟ قال له ما فعله معاوية معاه. فراح عمر بن الخطاب قال له ارجع مكانك في الشام، وقال له مقولة قبح الله أرضا ليس فيها عبادة، قصده عبادة بن الصامت يعني، وما يهمكش أي كلام من معاوية. المواقف كمان اللي بتدل على سوء علاقة بينهم إن عبادة كان معاوية في مسجد من مساجد يعني، فمعاوية قام يأذن في المسجد ده، فقام الخطيب بتاع المسجد قاعد يمدح في معاوية، فراح عبادة جايب شوية تراب في إيده وحطهم في بق الخطيب. طبعا معاوية غضب، فعبادة فكره وقال له انت لم تكن معنا في بيعة الرسول اللي كانت بتقول السمع والطاعة، وكمان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول لنا إذا رأيتم مداحين فاحصوا في أفواههم التراب. فكتب معاوية سيدنا عثمان بيقول له إن عبادة أفسد على الشام وأهله، فعثمان كتب له قال له إيه؟ إن رحل عبادة حتى ترجعه إلى داره بالمدينة. فدخل معاوية على عثمان فلا عبادة عنده بالدار، فراح معاوية قال لعبادة ما لنا ولك؟ راح عبادة قايل له سمعت رسول الله بيقول سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى ولا تضلوا بربكم. ومن أقوال كمان عبادة إنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أما عن وفاته فتوفى في الرملة بفلسطين ودفن بالقدس الشريف، وكان عمره وقتها 72 سنة. كان يكون حلقتنا النهاردة انتهت والحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.